والسلام على أشرف المرسلين. تحية نضالية طامية خالصة لجميع الحاضرين كل باسمه وصفته. وزراء الحزب الدولي نداء صفر أخ شادي أخ أمين جهوي سادة أعضاء المجلس السياسي رئيس الجهة السيد نائب رئيس مجلس النواب سادة رؤساء مرابطات مناطق الحزب إخوان الصحافة فاعلي المجتمع المدني. شادي تصدير باش نجي نحضر معكم خارج قال لي لا بغينا نفسروا قلت له ما بغيناش شادي ويتي هنا ما كتشوفش الجزائر ولا باغي هي كتقول ديما باغي هي لا خاص تجي عندنا قلت له سيدي ما غاديش ومني قبلتي الشيء انني ملي ديتيني غادي نتكلم معاك باسم الاخوان اللي حاضرين وباسم الساكنه ديال الاقليم، لان الخصوصيه ديال هذا الاقليم هي نفسها ديال الاقليم اللي كنتمي ليه اللي هو اقليم 18 جامعه قرويه 5 جامعات حضاريه بمعنى مشاكل والمطالب واحده. امامنا اخوان في الحزب المسؤولين، طلباتنا كل ما يتعلق بالتنميه والتاهيل الترابي، مطالب تتعلق بالشغل، مطالب تتعلق بالصحه، مطالب تتعلق بالصحه. قبل ما نجيو للقاعة أنه كان لقاء مع جميع الإخوة الرؤساء ومجموعة الأعضاء وعرضوا هذه المطالب ديالهم كاملين، وهذه المطالب تقدروا تقولوا بأنه تفتخروا بالرؤساء ديالهم والمسؤولين الترابيين اللي عطيتوهم الصوت ديالكم وعطيتوهم الأمانة ديالكم باسمكم واختاريتهم لون حزب الأثر والمعاصرة اللي كنفتخروا جميع الانتماء به بنوصلوا رسالة ديال الوصول والأمان وتلقيناها ونتحملوا. هما لاحوا التقليد ديالهم وحطوه عليهم، وحنا غادي نستمروا في العمل معاهم. غادي اللي تقدر اللي باقي خصو تقدر اللي خاصو يتعب فيه الطريقه ديال الاشتغال خاصها تعب، ولكن كان الوعد صادق من القياده الحزبيه ديال حزبكم بانه غادي يكونوا راه الاشاره ديالو من اجل تحقيق هذه المطالب ديالو. بان الطوبيل غادي يتحقق ولكن ان شاء الله غادي تحقق مجموعه ديال المطالب اللي رفعوها الساده. وهذا هو الموضوع اللي اختاريته عوض ما نناقشوا نقاش نظري يعني هذه ويعني هذه ويعني هذه. الاسلوب اللي اختاره حزب الاثر والمعاصره في هذه الجريمه الجديده برئاسه الموسقه العامه للقياده الوطنيه الاخت فاطمه الزهراء اننا نكونوا اكثر التزاما بالفعل، أكثر التزاما بالنتيجة، واللي هو هذه الكلمة الالتزام بالنتيجة هو مقتطف من أنه البرامج أنها تعتمد على النتائج، ومقتطف من القول السامي لصاحب الجلالة في خطاب العرش في خطاب الافتتاح أمام البرلمان.
وتنهنيو نفوسنا كمغاربه بالمصالح اللي حققت بلادنا على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى العمومي وعلى المستوى الاحتفال اللي احتفلنا كاملين. احنا باقيين مأمورين بهذه الاجواء ديال الاحتفال ديال ذكرى المسيره الخضراء، واللي من بعد القرار الاممي كان خطاب ديال صاحب الجلاله، وكان فيه 31 اكتوبر ما قبل 31 اكتوبر ما بعد 31 اكتوبر. وهذا الالتزام بان واحد من بعد 31 اكتوبر هي مسؤوليتنا جماعيه، هي تعبئه جماعيه كامله، كل واحد من موقعه ومن موقع المسؤوليه من اجل الدفاع على وحده الوطن، وحده التراب، من اجل الدفاع على بلادنا، من اجل كل واحد من موقع يتحمل مسؤوليته بجديه ويزيد السرعه ديال الشباب. وحنا كنأكدوا لكم بانه غنبقاو ان شاء الله الاخوان على مستوى لا سواء على مستوى التلفزيون ولا على مستوى جميع الاقاليم، لانه هذا واجب لنا وهذا مسؤوليه